مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب لنهار الغد بإذن الله أجواء صافية عموما بالمناطق الغربية والوسطى بعد تلاشي ضباب وسحب سفلى خلال الصبيحة، لنسجل أجواء غائمة بالمناطق الغربية خلال الليل. أما المناطق الشرقية ستشهد أجواء غائمة مع تساقط بعض الأمطار تكون أحيانا رعدية. للإشارة رياح قوية تصل إلى 60 كيلومتر في الساعة، وهذا بالهضاب العليا الشرقية ومنطقة الأوراس. بالنسبة للمناطق الجنوبية أجواء غائمة بالجنوب الغربي إلى غاية الصحراء الوسطى مع تساقط بعض الأمطار، تزداد غزارة بمنطقة تندوف خلال الليل. أما المناطق الأخرى ستشهد أجواء مغشاة جزئيا. للإشارة بعض الزوابع الرملية، وهذا على أغلب المناطق الجنوبية. ننتقل لدرجة الحرارة الدنيا لليلة اليوم: درجة واحدة دون الصفر بالبيض وكذلك تيارت، 0 درجة بالجلفة، درجة واحدة بقسنطينة وسطيف، 3 درجات بباتنة. مقاييس تتراوح بين 6 درجات و7 درجات بالسواحل، 9 درجات ببشار وتمن راست أقول، 8 درجات بغرداية، 15 درجة بتندوف، 13 بكل من أضرار وإن صالح، لترتفع أقصى الجنوب ب 19 درجة. درجات الحرارة القصوى لظاهرة الغد إن شاء الله: 14 درجة بالبيض، 13 درجة بالجلفة قسنطينة وسطيف. مقاييس تتراوح بين 17 و 24 درجة بالسواحل، 23 بتندوف، 26 بأضرار وإن صالح، لترتفع أقصى الجنوب ب 33 درجة. للملاحة والصيد البحري، مصلحة الأرصاد الجوية ترتقي بحر مضطرب إلى قليل اضطراب بالسواحل الغربية، رياح ضعيفة إلى معتدلة تصل إلى 40 كيلومتر في الساعة بالسواحل الغربية. أما عن شروق الشمس سيكون على الساعة 6:56 دقيقة، أما الغروب على الساعة 6:57 دقيقة.